افضل 3 اسهم للشراء دلوقتي في البورصه المصريه، ولو اشتريتهم ان شاء الله هتكسب كويس. هلمح لك تلاقيهم ازاي، لان ما ينفعش على منصه عامه اقول اسم سهم بعينه. عايز تعرف الاسماء؟ عندنا برامج تعليميه بنعلمك تختار الاسهم ازاي. ابعت لنا على الواتساب، ده هنعلمك خطوه بخطوه، سواء جاي من تحت الصفر او حضرتك بقالك 20 سنه بس مش بتكسب كويس. رقم واحد، دور على الاسهم اللي موجوده جوه مؤشر كيس 30 او اي جي اكس 30. كان اسمه كيس 30 زمان، انا من ايام الناس القديمه. خش اكتب مؤشر اي جي اكس 30 على كده على جوجل، هيطلع لك لسته الاسهم اللي في مؤشر كيس 30. خش على الاسهم على الرسم البياني السنوي كل سنه، دي الخطوه رقم اتنين. بص في السنه اللي فاتت حصل ايه، وشوف اللي نزل مش اللي طلع. يعني ما تشوفليش السهم اللي طلع او تضاعف. طبعا ممكن ده يبقى سهم كويس جدا، لكن احنا بننقي اللي نزل. طب هتقولي بننقي اللي نزل، ما يفرض كان عنده مشكله. هتخش بقى على خطوه رقم ثلاثه، هتخش تكتب اخبار السهم الفلاني وتبدا تقرا حصل ايه في اخر 3 4 5 6 7 شهور. مش هتاخد منك اكتر من ساعه ان انت تعمل الواجب بتاعك. من البورصه عباره عن ان انت تعمل واجب، مش ان انت تخش بالفهلوه ولا تسمع كلمه في جروب فتخش تخسر وتتبهدل. لقيت سهم نزل من غير ما يحصل له مشكله كبيره فيه هو شخصيا، ده سهم شراء من غير ما تفكر. وهو اصلا في الاي جي اكس 30، فهو سهم قوي. هو سهم نزل اتظلم، ما كانش المفروض انه ينزل. هتقولي طب ايه اللي نزله لما هو سهم كويس؟ لما الدنيا ساعات بتنزل على كله مش على اسهم معينه، ففي حاجات في النص بتبقى مظلومه. دي السهم اللي انت بتنقيه تشتريه وتحط ايه رجل على رجل وتستناه يطلع، وباذن الله هيعوض ان شاء الله. عايز تتعلم بورصه صح وتتعلم تختار طبعا بالتفاصيل، مش الكروته اللي احنا عملناها دي، بعت لنا على الواتساب.